بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده حماية تعمل معاكم مخلل بوري، سمك اه، مخلل بوري، فسيخ. فسيخ بوري. اتفضلي ماشي، بقى يا السلام حماتي. عليكم. كده يا جماعه احنا ايه عشان الحاجه ديت بتغلى، فاحنا كده كمان غلي. فاحنا جايبين 3 بوري اهم، ودي بس الراجل ايه قال لي دي جايه جديد للتخليل، بس انا بخاف ايه اجيب حاجه معرفهاش. دول 3 بوري اهم، ودي مختلفه عنهم. الله اكبر، الله أكبر. الله أكبر. فانا هعمل ايه؟ هجربها مع البوري واشوف النتيجه. بس يا جماعه انا هخلله بطريقتي انا، هي طبعا طريقه كل واحد حر، كل واحد يجرب. انا برتقان اهو عصرته، برتقان، وادي بشر البرتقان، وادي سكر، وادي ملح، ودي توابل خشنه، ورد، وورق لوري، وشطه حمراء. دول هيتحطوا صحاح كده. ودي الهريسه بتاعت الشطه اللي انا عاملاها، اللي هي فيها حتت فلفل. كل ده فلفل رومي وفلفل الوان وفلفل حراق، كل ده يتحط. بس انا يا جماعه معلش، انا مش ببيعه، انا هاكله. فانا هفصل الدماغ دي منه وهرميها. انا عشان هسيبه وقت طويل، اكتر مكان بيخلي السمك ريحه وحشه هي الدماغ، فانا هفصلها يعني اوريكم. بصوا انا كده البرتقال اللي انا عصرته اهو، خدت التفل بتاعه اللي هو طالع من البرتقال، قطعت السمكه زي ما انتم شايفين كده، لان انا هخللها بالطريقه دي. انا مش هلفها بالستريتش ولا اي حاجه، لان انا عايزاها. لان السمك لو انا سبته مقفول يبقى لازم الفه بالستريتش، انا مش عايزه الفه بالستريتش. انا احطه في البطرمان كده كده، ما يتنفخش ولا يجرى له اي حاجه، ومنه الملح هيخش جوه والتخليل هيخش جوه في قلبيه. فانا غسلته، بصوا مش بليمون بقى، ده انا بالبرتقال. يعني حتى لو انا عندي ليمون، بس طبعا البرتقال ريحته جميله جميله جدا، يعني ضيعت ريحه الزفاره بتاعت السمك. هشطفه بقى تاني وارجع لكم. كده انا ايه، قطعت الدماغ، قطعت الديل، وقطعتها زي ما انتم شايفين كده، عشان انا احطها كده زي ما هي كده اهي. دي السمكه اللي انا جايباها المختلفه، لكن دول بوري. انا معايا دلوقتي، بصوا بقى الملح اهو، عشان ايه يعني تبقوا شايفين. طبعا التتبيله دي كان فيها شويه ملح قبل كده بس مش كتير. فانا بقى بصوا الملح، نقول مثلا كيس ملح من ابو جنيه، ادي كده 1 2 3 4، يعني نقول مثلا ايه 5 معالق كيس الملح اهو، كيس ملح بحاله من ابو جنيه. بالنسبه للسكر لازم السكر اهو، ادي السكر كمان، بصوا قد ايه 3 معالق سكر. اه. كل ده انا هعمله في الهريسه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ولا هحط زيت ولا اي حاجه عشان تبقوا عارفين. وهو هيقعد بره التلاجة ان شاء الله 3 شهور عادي. ليه بقى؟ الريحه بتاعت الحاجات اللي قشر البرتقال وغسلته بقشر البرتقال والتتبيله دي ما بتخلولوش ريحه، ميبقاش فيه ريحه زفاره. واهم حاجه ملحه يبقى حلو، مش يبقاش دلع. ونسبة هنا بقى التطبيق ده ورق لوري اهو، وورد، ده ورد ورق لوري. دول بقى مع الشطه الحمراء كمان اهي. كل ده انا هحطه كده ماشي. وهحطه بقى ايه كل ده على التتبيله. وبصوا بقى عصير البرتقال ده هيتحط راخر اهو. دول برتقانتين. دول برتقانتين انا عصرهم، بس عصرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. خليكي يا سمر كده شغاله. كل ده هيتحط كده، وهغرقه فيه، اتبله فيه مع قشر البرتقال، كل الحاجات دي، وهحطه في البطرون. ليه بقى؟ لان ده هيقعد وقت طويل جدا. يعني مش، انا بقى جربت الطريقه اللي هي بتلف بالاسترتش، جربتها، مش هقول لكم لا، كل حاجه جربتها، كل حاجه جربتها. انا بقى ايه الطريقه دي عملت فيها مره ووكلتهم لجيراني، قلت اما ايه اجرب الحاجه وبعد كده ايه اعملها. يعني مثلا ايه ادوق حد، اشوف رايه إيه الطريقه دي. مثلا انا عملت كذا، اديهم السردين، اديهم البسارية. المهم ايه، مش انا باكل لوحدي، اكل حد معايا، بحيث لو حد قال لي على حاجه غلط خلاص يبقى انا ايه عرفت ان في غلط. هاجي بقى دلوقتي وادي بشر البرتقال كمان هيتحط معاه. ده بقى بيديله لون جميل قوي. بشر البرتقال ده مش محتاج بقى ولا كاري ولا كركم ولا اي حاجه، هو هيبقى شكله جميل بالحاجات دي. كل ده بقى انا هقلبه واحطه في البطرمان.
انا بقى مش هسيبه بقى واقول خلاص كده انا ايدي مظبوطه، لا، كداب اللي يقول لك ايدي مظبوطه. باجي بقى ايه كل شويه ابص عليه، وممكن من السمكه من هنا كده اروح واخده حته كده، انا شايله الدماغ اهو وفصلاها. هاجي بقى في اللحم كده وهحشر التتبيله واظبطه واحطه بقى في البطرمان كده. بصوا انا حطيته، انا طبعا ايه بحط في اي حاجه يعني، ما بدققش بقى ان انا اجيب بطرمان ازاز والكلام ده. دلوقتي انا حطاه، بصوا الناحيه المفتحه اهي، عشان انا هدلق التتبيله دي بقى اهي. بصوا قد ايه كده يعتبر التتبيله دي الشطه، ورق الراولي والورد وعصير البرتقال. دلوقتي انا هتقولوا لي عملت كده ليه؟ والله انا اصلا كل حاجه بجربها قبل ما بعملها بتلاقيها مداني نتيجه حلوه. اللي هي ايه بقى؟ ان انا طول ما ده محطوط مش هينفع اشيله في التلاجة، انا عايزاه يتخلل، لو شطه في التلاجة مش هيتخلل. بسيبه كده على المطبخ وكل شويه ابص عليه. الحاجات دي اهي، ورق راولي وورد والشطه وعصير البرتقال. يوم ما هتزنق قوي ممكن شويه زيت، بس مش دلوقتي، بعد ما يتخلل خالص، عشان انا هشيله بقى بعد كده خالص انساه، عشان عايزه ده ممكن ينعشنا لو في اجل. لو احنا عشنا مش هتاكل دلوقتي اقل من 3 شهور، ممكن 4 شهور كمان، لان الحاجات دي والله لما بتتخلل وهي صحيحه بتشرب من بره ملح وجسمها من جوه ني. مهما تقعديها احنا عمرنا ما هنعرف يعني. الفسخاني ده في الصعيد بيخللوا الحاجات دي بتقعد بالسنين وهي في قلب الملح لغايه ما تنتت. لا والله، والله يا سمر الحاجات دي بتبقى نيه، لو احنا عملناها شهر هتبقى نيه. اذا كنا احنا السردين اللي هو عاملينه البلدي بنقعده شهر. اشحال ده بقى بوري وجامد ولحمه جامد. التتبيله بصي بقى هتنزل في قلب الاخرام دي اهي، هتبقى جميله. انت شامه ريحه الزفاره؟ لا مفيش زفاره. انا مش عايزه اشم الريحه اللي هي بتبقى عند الفسخاني دي، لان ده هيبقى في الشقه معانا، هما بيقفلوا المحل وبيمشوا، كان ده هيبقى محطوط معايا في قلب الشقه. كل الحاجات دي بتضيع الريحه. ممكن بس ايه لما اخش في التخليل اروح بس حاطه طبق الزيت بس كده، عشان ايه ده لو انا هسيبه وقت طويل. بس السردين اللي احنا خليناه نص كيلو والبسارية طبعا هم استووا. طبعا انتوا هتستغربوا استووا بسرعه كده ليه؟ لا هم استووا، يعتبر خدوا ايه اسبوع. فاحنا قلنا عشان هنخلصها هناكلها. طب كده احنا ما نقولكوش بقى شوفوا التصوير والكلام ده، لا احنا بعد ما عملناها اهي البسارية اهي، بس احنا كنا منها جميله والله. بصوا بقى احنا ما بنغسلهاش ليه بقى؟ عشان بصوا الجزر والفلفل اهو على السردين والجزر كل ده احنا ما بنغسلهاش خالص، بناكلها كده ليه؟ الملح بتاعها قليل والجزر بيمتص الزفاره. الجزر والله ما ليها ريحه. انا نفسي حد يجيب نص كيلو سردين يا جماعه ويبشر بصل ويقطع فلفل وفلفل. انا حاطه فلفل الوان، خدوا بالكم من الحته دي، فلفل الوان ضربان اللي هو الهريسه ده. انا بجيب فلفل الوان للحاجات الحادقه بالذات، للمخلل للزيتون، فلفل الوان اللي هو الايه المستورد ده اللي بيقولوا عليه. المهم بجيب الاحمر ده، هو ده اللي مدي. بصوا اللون اللي هوريك اللون، بصوا اللون بتاعه، بصوا اللون في قلب الجردل، بصوا لونه عامل ازاي جميل يعني. حتى الميه تشرب كده كمان. لا مش الدرجه، لا والله تشرب والله. انا كنت بروح اشربها اشتريها ده من بس هي فعلا والله طعمها تحفه والله. ولا زفره، شم ريحه الزفره، شم اي ريحه زفره. لا ليه بقى؟ الفلفل الالوان الاحمر يا جماعه للحاجات المخللات احسن من الفلفل الرومي البلدي بتاعنا. وكمان بجيبه كده ايه بارد عشان العيال تاكل، يعني بحط الشطه كتير. يعني بص قرنين الشطه اللي انا حطاهم على الجزر مش كتير، قرنين فلفل بس. والسردين والله استوى والبسارية استوت والاتنين معمولين مع بعض. يلا يا جماعه بالهنا والشفا، والله جربوها هيعجبكم جدا، تحفه. ازيكم يا جماعه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الاول احنا النهارده هنصور لكم السردين هنخيله ازاي انا وحماتي. ماشي. دي بسارية يا جماعه احنا جايبينها من السوق الكيلو ب10 جنيه اهي، احنا شطفناها. دي بسارية كيلو ب10 ماشي. وادي شويه هريسه شطه يعني صغيرين، وشويه فابريكا. وده جزر انا بشراه عشان باخد منه شويه بحطهم معاها بتمتص الزفاره. الجزر ده وشويه فلفل مقطعهم احطهم معاها.
ماشي. هنبتدي على طول كده يعني ان شاء الله، مش هنوقف باذن الله. كده الملح اهو، ادي 1 2 بس، لان هي عشان مش عايزينها حادقه، البسارية ما بتستحملش كده. ايه اهي الشطه اهي، وسنه فابريكا عشان تديها لون اللي هو الاحمر ده اهي، تلونها شويه. ومعايا حاجه تانية بجيبها بعمل بيها لون للمخلل، بعمله معاكم بقى المخلل واوريكم اللون ده. اما صحي ما فيهوش حاجه، انا بجيبه بعمله وبشربه كمان. باخد حبه اهم صغيره. بص ده بقى اهم حاجه، ده حبه صغيره لان بيحمر الحاجه جامد. ده بيجي من عند العلاف غالي يعني، الفابريكا ارخص منه، بس بيدي اللون بقى ايه اللي هو بتاع المخلل. اظبطي كده. انا حطيت شويه جزر عشان مش هحطه كله، عشان الباقي هعمل بيه حاجه تانية، وشويه فلفل اهو مقطعاهم كده. احنا قلنا ايه الفابريكا والملح معلقتين على كيلو البسارية. بدوقها بعد يومين، عزت ملح بحط، ما عزتش يبقى ما احدقتش مني جامد. ادي بصوا اهو كده. الجزر ده بيمتص الزفاره، خلاص زفر. ونحط بقى البسارية عليه واقلبها. انا بقلبها بالمعلقه اهو عشان هي مش مستحمله. ما تنسوش بقى اللون اللي هو بص اللي بيحمرها ده، دي لون اهو احمر بتاع المخلل. وحبه الفابريكا مع معلقتين الملح، واحط بقى شويه زيت عشان ايه ما تبقاش معجنه. الزيت بيخليها ايه مفلفله يعني حلوه. ربع كوبايه زيت او نص كوبايه. بصي حكايه ايه تحطي قد ايه دي حاجه بقى انت بصي يعني براحتك. يعني مش تحديد بقى كوبايه، لا ده شويه مش كتير. انا حطيتش، بصي ما حطيتش كتير. بصي اهي هي ابتدت تلون بقى مع نفسها اهي. بس الجزر ده والله والشطه الحتت دي جربوا بس الطريقه وانتوا هتشوفوا هتعجبكم قوي. وبالنسبه للون بتاع المخلل ده صحي، انا بجيبه من زمان يعني مش لسه بيمضي. ده دلوقتي الكيلو منه بقى ب60 جنيه، يعني الفابريكا ارخص منه. لو هو حاجه غلط مش هيجيبوها ويحطوها على المخلل. احنا بقى ايه هحط كمان شويه خل اخر حاجه واروح معبياه. ده بيبقى يعتبر زي ما انت حافظه، شويه خل اهو ما يجوش ربع كوبايه بس بيدي ريحه بس. بصوا بقى الطريقه اللي انا عاملاها دي بالجزر المبشور بفلفل مقطع وشويه الزيت والفابريكا واللون بتاع المخلل ده اهم حاجه، هو اللي بيديك الشكل الحلو ده من اول ما تتعمل اهي. انا بقى ايه مش هحط ولا في كيس ولا حاجه. انا عندي جرادل صغيره كده، هجيب جردل احطهم في قلبيها، لان انا يومين وبروح بص عليها عشان اشوف لو حدقها. انا ما بكترش معلقتين الملح دول لسبب، عشان انا مش عايزاها حادقه. انا بعملها كده على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. هما يا جماعه معلقتين ملح بس على كيلو البسارية، مش اكتر من كده، لان الحاجات دي بتبقى طريه ما بتحتاجش ملح كتير عشان ما تحدقش. وادي الجزر وادي الفلفل اللي هو هيخليها حراقه، مش محتاجه شطه انا حمرا، لان انا حاطه بقى ايه الفابريكا واللون. وهاجي هقفل عليها عادي، لان انا كل شويه هبص عليها عشان ما تحدقش ولا تبقى دلعه ولا تبقى حادقه. اهي جردل محكم وزي الفل اهو. بس يلا بقى يا جماعه ما تنسوش لايك واشتراك في القناه وتشجعونا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هنعمل السردين. هو اسمه السردين صح؟ سردين مخلل. سردين مخلل هنخلله معاكم النهارده. ماشي انا وسمر مرات ابني. ماشي يا جماعه. دلوقتي ده احنا كنا جايبين كيلو ب25 جنيه، فخدنا نصه نقليه والنص التاني هنعمله مخلل. ماشي امشي معايا يا سمر. ادي هنا كده انا هعمل بقى حاجات جديده اهو. برضو معلقتين الملح، برضو مش هزيد عنه اهو، مش مليانين كمان اهو، عشان مش عايزين حاجه تبقى حادقه عشان نعرف ناكلها. تمام. هنيجي بقى هنا ايه برضو سنه اللون اللي انا بحطه اهي، سنه صغيره، والفابريكا
شويه الخل برضو من البدايه اهو، شويه مش كتير، حبه صغيره. وادي الزيت، لازم لازم الزيت. وادي دي طبعا الهريسه اللي انا عاملاها باخد منها اهي، دي لازم برضو تدي طعم برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ايه الهريسه دي؟ شطه ضربها في الخلاط، شطه حمرا. شطه حمراء. كده دي برضو احنا جايبين كيلو، خدنا نص نقليه، يعني نعمله صينيه يا كده يا كده، لكن مش هنخلي الكيلو كله، الصراحه حلوه يعني. هاخد برضو شويه الجزر، عشان كده بخلي الكيس لمره تانيه. الفلفل ده حراق نار، احلى من الشطه الحمراء. كده انتوا هقول تاني، ادي نص كيلو سردين بسارية، وادي هنا معلقتين ملح وشويه اللون وشويه الفابريكا وشويه الجزر وشويه الزيت والخل، نفس الحوار اللي احنا بنعملناه قبل كده في البسارية عملناه في السردين. تمام. ادي السردين احنا غاسلينه، هنحطه كده في الجردل اهو. كده السردين انا حطيته في قلب الجردل الصغير. الجرادل دي انا بجيبها من السوق نضيفه، ما فيهاش حاجه، ما استعملتش، مش مطرح جبنه ولا حاجه. بجيب الواحد ب5 جنيه عشان نضيف، بخلي بقى اعمل اي حاجه، لان برضه بعوزهم كتير في حاجات كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. كده برضو انا ان شاء الله لما اجي اكله بقى الحاجات دي هوريها لكم وانا باكلها، يعني باذن الله لما اجي اطلع واجي اكلها هوريها لكم. بصوا بقى اللون مع الفابريكا مع الشطه، هي بتظبط اللون بتاع الحاجه. السلام عليكم.